عيب. لازم نحن نتطور، ولازم نحن صراحة ناخد سوريا القدوة. طب أنا خليني أقول لك شغلة صغيرة. في مجال حضرتك أنت وكل السوريين الشرفة منهم واللي مثل حكايتك، فيكم تخبرونا سوريا بشو تطورت من بعد ما سقط نظام بشار الأسد؟ يعني شو الإنجاز العلمي اللي عملته؟ شو الأبحاث اللي عملتوها؟ أنا راح خبرك. طبعا أنت عقدة النقص عندك تجاه السوري هي أزلية، يعني وعيت على الدنيا لقيت حالك تحت صرماية السوري، وكبرت وترعرعت ونشأت تحت حكم السوري، وآخر شيء بنهاية الأمر السوري دعس على راسك بسوريا وطردك وشردك أنت وكل ميليشياتك وحسن زميرة تبعك. بدك نحكي لك شو إنجازات سوريا بعد سقوط النظام؟ أنا راح أحكي لك إنجاز واحد وهذا يكفينا إلى الممات، لو ما في غيره إنجاز يكفينا، أنه طردنا ميليشياتكم من سوريا. أعدنا سوريا أموية، دولة عربية مسلمة، ما عاد فيها لا لطم ولا شتم للصحابة ولا زحف ولا جعير ولا طقوس شيطانية. وهذا بالنسبة لنا كسوريين يكفي، هذا الإنجاز لحاله يكفي، أنه طهرنا أرض الشام من رجس المجوس وميليشياتكم المجرمة. عدا أنه يعني سوريا عادت للمحافل الدولية، عدا أنه الرئيس السوري زار واشنطن والبيت الأبيض، وعدا أنه انشالت العقوبات عن سوريا، وعدا أنه سوريا صارت شريك بمكافحة الإرهاب بالوقت اللي كانت فيه هي أكبر مصدر للإرهاب بسبب إجرام ميليشياتكم وبسبب سياسات المجرم بشار الأسد وسيده الخامنئي وحسن زميرة لا رحمة الله عليه. غير أنه سوريا تحسن فيها الوضع الاقتصادي والرواتب تحسنت بأكثر من 200 أو 300%. تحسن بواقع الكهرباء، وخلال سنتين راح نصير نبيع دول الجوار لبنان والعراق اللي ما عندهم كهرباء، سوريا راح تصير تبيعهم كهرباء. تحسن بالواقع الاقتصادي، تحسن بالواقع المعيشي، ما ظل فيه سجون لا صيدنايا ولا فرع فلسطين ولا فرع التحقيق ولا المخابرات العسكرية. أطلقنا صراحة عشرات آلاف ومئات آلاف المعتقلين. في كثير إنجازات، بس أرجع أعيد وأكرر أهمها أنه أعدناها أموية، أنه عادت الشام دولة عربية مسلمة سنية مشان تنبعص أكثر أنت وأمثالك. وراح أرجع أعيد وأكرر عقدة النقص تجاه السوري راح تظل ملازمتك أنت وأمثالك إلى أبد الآبدين.